هذه صراخات العمال والموظفين والمرضى في مستشفى الثورة العام بالحديدة الذي يعاني من أورام الفساد الذي يعصف به منذ سنوات. يوظف ناس من خارج المستشفى ونحن نعمل ومتعاقدون منذ سنين ولا يوجد أي درجات، والدرجات يأخذها الذي خارج المستشفى. بحارة يجلب في البحر لديه درجة وظيفية ويسجل حضور وانصراف ونحن لا يوجد لنا. حراس سلام كذلك، حراس سلام في المستشفى موظفون، والتمريض المتعاقدين لا يوظفون، نحن متعاقدين أكثر من 4 سنين. المتعاقدين لغاهم وحطهم متعاونين. هنا كافة المواطنين والعمال والأطباء والفراشين والإداريين خرجوا صبيحة اليوم الأحد في اعتصام يدعون فيه لإقالة المدير العام المتهم من قبلهم بالفساد. تجيب مريض من داخل البلاد من داخل الريف ما يتحصلش حتى عناية سوا، تشتري علاج يقول لك الصيدلية هذه واحدة، ثاني مثل تنتج عند الذي تقطع ورقة يقول لك اشتري كذا كذا. هذا هو الوكيل المساعد للمحافظة ومدير مكتب الصحة ومسؤولون آخرون وحتى رجال أمن مكافحة الشغب يحاولون عبثا إسكات صراخات المحتجين الذين كشفوا عن فساد مروع ينخر هذه المنشآت الطبية. إزالة الفساد من فوق إلى تحت، رشد الناس سواسية، الناس ما تحصلش عبر، ما تحصلش مغذيات، الفقير ما يحصلش حاجة، الغني عمليات مجانية. أما المواطنون المتواجدون في الداخل فتحدثوا عن فساد طال خدمات المستشفى أزهقت بسببه الأنفس وأصيب البعض بمضاعفات مرضية خطيرة، فمن يدخل مريضا إلى المستشفى يمشي على قدميه يخرج معاقا. معناش أبواب المستشفى هذا زاقي دخلكم يمشي برجلهم مرض القلب حركوا مشلوع. مستهترين بأرواح الناس، يبيعوا علاقات حق المواطنين اللي تجي لنا مهونية. أبي دخل بين إسهال يخرج بقلطة في الدماغ بسبب إنهم ركبوا له كربات دم من الدكتور تلفونيا والضغط كم 200 على 180. أما هنا فحديث عن قيام إدارة المستشفى بدفع أموال لبلاطجة كانوا يعتدون على مسيرة الثوار تدفع لهم من إيرادات المستشفى. كم الدكتور محمد دكوت بإرشائي لأجل أخرج له الثوار للمستشفى الثورة، فكان يبذل البياس إلى أبناء حارة الهنود الصديقية من 10,000 ريال لتخريج ضد المتظاهرين. مستشفى الثورة في الحديدة منشأة طبية عملاقة هدها الفساد على امتداد الحكم العائلي لتغدو مسلخة للمواطنين، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل، مدينة الحديدة.